شعر الحاجب كويس قوي، وابتديت ان انا احدد الحاجب من بره وجوه، علشان خاطر كنت عامله تاتو قالب رمادي، فللاسف بظلل كله من قدام. لكن انت هترسمي شعره زي ما انا وريتك راس الحاجب وانا برسمها من قدام، شعره زي ما انتوا شايفين اهو. بحدد الحاجب من ورا يعني من فوق كده ومن تحت، بسيح بقى كل حاجه على بعضها في شعر الحاجب، يعني بره وجوه بسيح كله في بعضه. من قدام شعره بس علشان كنت عامله تاتو من حوالي 7 سنين، طبعا مش بيروح، فانا بضطر ان انا اظلل من قدام اداريه، وفعلا بيداري اللون وبيديني الايفكت الخطير اللي انتوا شايفينه ده. الحقيقه كمان يا جماعه بيبقى شكلها احلى بكتير، وتنفع بالمسكره بتاعه ميه سينما او مسكره MN درجه 1 نفس الدرجه، وسعرها رخيص جدا، اقل من 30 جنيه اقل من الجل طبعا. وكمان ثباتها قوي جدا زيها زي الجل بالظبط، وارخص كتير. لو عجبكم بقى الهاك اللي انا عملتها لكم دي واتعلمتوا حاجه، اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايكات. باي باي، بحبكم.